الدراري اللي عنده شي سؤال ولكن بشويه. سي ترامب ماكرون لاباس عليك؟ شويه جيتي فيا صاحبي. السي الرئيس واحد السؤال كيبان لي بحال تخليتو على اوكرانيا لا؟ لا علاش، بالعكس حنا كنتعاونوا مع اوكرانيا اكثر من اي مقاومه باش تعرف. وما كنت انا اللي شاد الرئاسه كره القضيه تكفسات اكثر من بحال على اوكرانيا. واش تعرف واحد القضيه اخرى، هاد الحرب ما كانتش غتوقع اصلا كنت شاد الرئاسه في ديك الوقيته. وزيدك هادي وراه خصك تعرف واحد 700 الف واحد اللي تقاتلوا من روسيا وبحالهم في اوكرانيا. وخلي على الدواور والفيلاجات، انا راه كندوي دابا على العسكر فهمتي. ولكن حنا راه خدامين باش نحلوا هذا المشكل فهمتيني. هذا راه مشكل خيب ما خصوش يبقى، حيت لما تفكش هذا المشكل راه غنولوا في الحرب العالميه الثالثه. ولكن حنا ما غاديش نخلوا هذا المشكل يوقع، خصها شويه الصبر وصافي. السي الرئيس واش كاينه شي احتماليه انه غادي تصيفطوا شي عسكر من اوروبا لاوكرانيا؟ قدروا يمشوا شي عسكر من اوروبا ولكن ماشي على قبول الحرب باش تفهم، ولكن بحال قلتي جنود السلام فهمتي، غير باش يراقبوا التطورات والاتفاقيات اللي درنا لا من فرنسا ولا ياك. واش كاين شي لقاء اخر مع الرئيس زيلينسكي لا؟ ضروري مازال غادي نريحوا مع زيلينسكي فهمتي. ربما راه غادي يجي هاد السيمانه باش يسيني على الاتفاق اللي درنا. وكيبان لي هادشي راه مزيان، يعني بالنسبه لي خاصنا نساليو كاع هاد الباكور هذا والاتفاقيات اللي درنا. وكيبان لي راه ما بقى والو مني غادي يجي يسيني، راه مزيان يعني راه كلشي الامور غادا تتقاد. روسيا غادا ترجع الحياه العاديه واوكرانيا كذلك. السي الرئيس واش ما غاديش تلاقى مع الرئيس بوتين لا؟ ضروري غادي نتلاقى مع بوتين تا هو باش نهضروا ضروري. امتى غادي يكون اللقاء؟ ما عرفتش امتى بالضبط ولكن ضروري غنتلاقاو، يعني خصنا نتلاقاو لان هذا مشكل. سي ماكرون بغينا نسمعوك تا شي حاجه باش نفهموا اكثر. وي واش غادي نقول لك، انا في الحقيقه ما خلى ليا ما نقول ترامب، وانا كيبان ليا هاد الفتره غادا تكون حاسمه على قبل السلام اللي بغيناه في اوكرانيا. والرئيس راه قالها وشار ليها عاد دابا، قال لك بزاف ديال الجرائم وقعت من نهار بدات هاد الحرب. وحنا راه كنا طالبنا باش نوقفوا هاد الحرب وهاد العبات شحال هادي وما توفقناش باش نحبسوا هاد القرطاس ولقاو شي حل. وكي قال عاد دابا الاخ ترامب راه مازال غادي يتلاقى بالرئيس زيلينسكي باش يسيني على هاد الاتفاق ونحبسوا هاد التبريش. حيت انا بالنسبه لي الحرب غير تبريش فهمتوا. باش يكون واحد الانخراط جدي ما فيش اللعب فيه، واحد الشراكه مع الاوروبيين والامريكيين باش نتاكدوا انه غادي يكون واحد السلام دائم، ما فيش المساوس. يعني هذا الاتفاق راه كيبان ليا الطوب ديال الحل، يعني السي ترامب راه غادي مزيان ما عندي ما نقول. واش غنقول لك خويا ماكرون، حنا راه كنجريو في الخير خاصنا اللي قدرنا والله. وهو في الحقيقه خاصني شي واحد بحالك وحق الرب نكحلوها. لا علاش؟ حيت ماكرون سياسي تا هو فهمتي، ما صور من الاول واش بان داوا. واش بالك تخدم معايا؟ لا والله تا ناضي دماغ والله تا هارب. بلاتي ترامب واحد القضيه دابا تا كيبان لك هذا ناضي، ولكن علاش ديك الخطره قلتي لزيلينسكي تا ديكتاتور؟ لا شوف هذا ما كنضحكوا ياك، ولكن انا ما غنقولش بحال هكاك باش نسب لا حاجه. ولكن الايام كتبين خصوصا بعد الاتفاق اللي قلنا قبيله مع اوروبا. حنا دابا هنا كنهضروا على اوكرانيا واوروبا، وحنا غادي نتسناو النتيجه. علاش؟ حيت هذه الحرب الفلوس راه كتعوض ولكن الارواح راه ما كتعوضش. هذه راه حرب مشات فيها بزاف ديال الارواح صايبه. السلام عليكم، انا من طاليان وكنسولكم على كيفاش القضيه ديال الجمارك وهادشي ديال الجمرك اللي كتسمعت به على حساب الاتفاقيه ديال طاليان. غوت شويه تماك حشمانو. لا ماشي هكاك، انا حشمت شويه وصافي. دابا قلت لك الجمركيه صوتك زوين والله، ولكن كتهضر بشويه فهمتي. مين انت مين؟ انا من ايطاليا. الطاليان الله يعمر دار. كمل سير. انا دويت غير على على الرسوم الجمركيه وايطاليا. المهم شي حاجه بحال كان اسمح لي حشمت. صافي اسكت فهمتك. شوف انا راه عزيزه عليا ايطاليا صراحه الله يعمر دار، والرئيسه ديالكم حتى هي مرا ما نعاودوش الهضره، مرا ديال الوقت فهمتي.
وانا كنشوف باللي ايطاليا عندها سياده قويه مني كاينه جورجيا. ترام واحد السؤال واعر راك الرئيس تسمع ولا واحد السؤال، واحد القضيه. شوف السي الرئيس، بلاتي حتى الجهه حتى ساكته كاع ما كتهضرش، تكون قالسين مالكم جاي معروضين ولا شي واحد فيكم تا هو يسول. واحد سولو هضر. السي الرئيس، انا عندي غير واحد التوضيح، هو ما بغيناش كثره الاتفاقيات والسينياتورات وفي الاخر نشوفوا النتيجه زيرو. هذا هادشي اللي ما بغيناش، يعني هذا مجرد توضيح وصافي. لا بالعكس، علاش الزيرو؟ علاش اخويا؟ لا الله ان شاء الله تكون 10 على 10، خصوصا حنا خدامين على توقيف الحرب هذه سنين هذه وهي كتخبط، وهذا الشيء كي قلت لكم راه كيطلب بزاف ديال الوقت، وحنا كي قلت لكم كنحاولوا في اقرب وقت ممكن نقادوا الامور. حنا دابا هنا راه ماشي عرضنا على ماكرون باش يضرب كسكسو بالتفايه ويرجع لباريس، لا حنا راه خدامين. السي ترام، واش ما كتفكرش تمشي لموسكو شي نهار؟ ضروري، ولكن على حساب علاش غنمشي، فهمتي؟ في حالات ما تقاداش الامور نقدر نمشي، ولكن نكتب لي الامور غادا مزيانه ما كاين لا زعما، فهمتي؟ بوتين غادي يجي؟ ما نقدرش نقول لك حبيبي، كيقول هو في شهر 6 وما عرس، وفي حالة بغا يجي مرحبا به، حنا ما نقولوش. هاد الحرب هي متى غادي توقف ان شاء الله؟ قريب. شحال تقريبا شحال؟ شي 2 الاسابيع ياك، اش بالك شي 2 سيمانات ياك، اش بالك؟ تقريبا بحال هكاك. اسابيع 2 سيمانات بالضبط. شحال هكاك؟ ماكرون 2 سيمانات؟ لا تقريبا. ولكن راه بالخدمه، حنا ما بغيناش نخسروا شباب في حرب خاويه، حيت كي قلت غتولي عندنا حرب عالميه ثالثه. بلاتي اخويا طرام، بلاتي واحد الدقيقه، راه كيبان لي هنا شي وحدين راه سولوا واحد السؤال وكيبان لي راه غادي ندير ليه واحد التوضيح باختصار، فهمتي؟ واحد شويه. شوف نجيكم من الاخر. اولا حنا كنحتاجوا اننا نبنيو السلام، اولا هو اهم شيء. ثانيا الالتزام ديال الولايات المتحده الامريكيه هو مهم، لانه به غادي نضغطوا على الرئيس بوتين باش يحترم وقف اطلاق النار، فهمتي؟ والاتفاقيه ديال السلام اللي غادا تمكننا باش تبين باش تبنى اوكرانيا من جديد. وانا ما بغيتش نسبق الامور، المهم هو اوكرانيا تبقى محافظه على السياده ديالها، وهذا الشيء راه خدمنا عليه مع الشركاء ديالنا البريطانيين في هذه الايام الاخيره، ومع كاع الدول الاوروبيه، اللي هو ضمان السلام وحوايج اخرى بحال المسانده ديال الجيش الاوكراني. وكي قال له خويا طرام، خاص تكون عندنا واحد الروح المسؤوليه والمصداقيه في هذه الامور، اللي هي الوحده الاوروبيه الامريكيه فيما يخص المستقبل ديال اوكرانيا وما نبقاوش نضحكوا فينا عباد الله، نخدموا ونتحركوا، فهمتي؟ باش نوقفوا هذه المشاكل، لانه الا بقينا ساكتين غادا تكبر الامور، فهمتي؟ وغادا تولي حاجه كبيره، يعني ندخلوا في حرب عالميه ثالثه كي قال طرام. يعني راه كلامه من الاخر كيبان لي انا راه صحيح، يعني خصنا نحاولوا هادشي اللي كاين صحيح. ترى قلت لكم هذا العفريت خطير. هاي السيده وراهي كترجم، واخا ما عرفش اللغه الفرنسيه، السيده راه كترجم. ياك هو طالق علينا وتجي كترجمي. زوينه هذه. واش غدير؟ ضحك ما كنسى ترجمه كنضحكوا. يلا الدراري اللي عنده شي دار يمشي ليه، يلا فرتكوا لي الشغل، يلا اللي عنده شي دوار يدور ليه. يا سيدي الله يعاونكم. خليل غتديني معاك دراري، مرة خويا الله يسلمك. غادي ياكل خير ما نبغي حتى واحد، هذا الشيء الصغير دويس معاكم فرتكوا هاد الشغل، يلا اللي عنده شي دار يمشي ليها، واللي ما عندوش الدار السي طرام اش يدير؟ يجي مرحبا به، مالنا ديروا في راسنا. ترام هذا واحد من عندكم، هو هذا من عندكم، هذا من عندكم والله. مين في الخوت؟ لاس فيغاس وبعيد اش قربوا لينا، حنا راه شرطه العام مريض هذا لاس فيغاس. الله يعاونكم.